أنت الآن تعيش في عالم متغير وتريد الوصول إلى هدفك، ولكن في مرحلة العمل والتحقيق ستواجهك الكثير من العراقيل التي ستخرجك من منطقة الراحة. عندها ستكتشف أنه لديك بعض القدرات والمواهب الخفية التي لم تكن تعلم بأنها لديك. عليك أن تكون استثنائيا، عليك أن ترغب في النجاح، فمرحبا بك على كرسي النجاح. برنامج النجاح في عالم متغير هو برنامج تدريبي حقيقة متميز جدا عن البرامج الأخرى. أنا كمدرب في البرنامج منذ قرابة 5 سنوات، يعني برنامج مؤثر جدا وتكون لديه بصمة كبيرة جدا على المتلقين. النجاح في عالم متغير يعني يحمل كلمتين كبيرتين: النجاح في هذا العالم المتغير. يعني أطرح سؤال النجاح: كيف ينجح الإنسان في هذا العالم المتغير؟ هذا البرنامج أجاب على كثير من أسئلة، من هذه الأسئلة ومن هذه الانتظارات لدى الشباب المسلم. كيف ننجح في ظل هذا السلوك، في ظل هذا التغير المضطرب، وفي ظل هذا العالم المضطرب؟ فبرنامج النجاح في عالم متغير أجاب بفقراته ووحداته التدريبية على هذا السؤال بشكل كبير جدا، لأنه يشتغل على محاور عديدة جدا وأساسية للغاية. هي قد أذكرها بعجالة: الطريق إلى النجاح، كيف نتصور النجاح، وكيف لأذهاننا أن تقبل هذا النجاح. ومن هذا المنطلق يمكن الحديث عن أنواع النجاح التي فصلها البرنامج بشكل رائع في 4 أنواع: هي النجاح الزائف، والنجاح التقني، والنجاح في الحياة، وأيضا النجاح في النجاح الحيوي. وبعد ذلك ينتقل إلى التفكير: كيف نستطيع أن نشغل مهارات تفكيرنا بشكل صحيح، وأن نفكك القناعات التي يمكن أن تكون قناعات خاطئة وتؤثر علينا. وبعد ذلك نؤطر كل هذه الأشياء بالرؤية الكونية القرآنية، ثم بعد ذلك نرسم خارطة للحياة. إذن فهذه المحاور الأساسية التي أجاب من خلالها البرنامج. ولذلك يعني بعد أن رصدنا هذا التأثير الكبير للبرنامج في حياة الذين يتلقونه على أيدينا، ليس فقط في المغرب بل في كل العالم العربي الذي يشتغل فيه البرنامج، لاحظنا بأن هذا التأثير قوي جدا على شخصية الآخرين. لذلك قررنا مع شريكنا الدولي شبكة نجاح 21 والمنبر الدولي للحوار الإسلامي أن نطلق الحملة الوطنية للتعريف بالبرنامج في المغرب، وهي حملة وطنية لأن نعرف عدد أكبر من الناس بهذا البرنامج. وقمنا بصياغة يعني مادة تعريفية أساسية تقدم في 3 ساعات لكل الفئات التي هي مستهدفة، مع التركيز على فئة الشباب. الاشتغال في الحملة الوطنية يعني جاء بعدد من الخطوات. الخطوة الأولى هو تعريف الميسرين باليوم أو تدريبهم على اليوم التعريفي الذي سيدربون عليه أو سيعرفون عليه في الحملة الوطنية. بعد ذلك قمنا بتكوينات داخلية للميسرين، وبالتالي وضعنا استراتيجية باعتبار أن مركز النجاح والتنمية إلى جانب شركائه مركز مدى ومركز النجاح التنمية البشرية يشتغلون بشكل ثلاثي على الحملة الوطنية. وضعنا استراتيجية باعتبار أن عندنا أكثر من فرع في مركز النجاح والتنمية، وضعنا استراتيجية أن كل الفروع تستهدف عدد معين من المشاركين أو المستهدفين. وكانت استراتيجيتنا واضحة أن نستهدف فئة الشباب هي الأساس، يعني بين سن 16 سنة إلى 30 سنة كانت هي الفئة الأساسية، وأيضا أن نستهدف جميع الفئات الأخرى. فعرفنا الإعدادي وعرفنا الثانوي وعرفنا أيضا الفاعلين المدنيين والأساتذة وغيرهم والطلبة أيضا. العملية أيضا تستهدف الميسرين بالدرجة الأولى، لأننا نؤهلهم في مستواهم وتساعدهم الورشات التعريفية التي يقومون بها على تخطي عدد كبير من المشاكل التي يعانون منها، سواء المشاكل الذاتية في الحديث أمام الجمهور أو في تقديم الورشات التعريفية.
وأيضا هذا ساهم إلى أننا اكتسبنا الآن مجموعة كبيرة من الميسرين الذين يمكن أن نؤهلهم بشكل مميز لكي يصبحوا مدربين في المركز. أيضا الفلسفة تقوم على أن أي ورشة تعريفية تستهدف أن توصل المحاور الأساسية للورشة التعريفية، والتي هي تعريف النجاح وأنواع النجاح والرؤية الكونية والهرم ماسلو، توصلها للمتدربين أو المشاركين مع حضور ميسرين آخرين في الورشة حتى يستفيدوا من عرض الميسر الذي يقدم الورشة، وبالتالي يقفون على أخطائه أو على يعني نقاط القوة لديه، وبالتالي تكون عملية. إذا الحملة الوطنية في إجمالها هي عملية تعلم وتعليم متبادل بين المشاركين وبين الميسرين، وعملية تأهيل لهؤلاء الميسرين ليصبحوا في المستقبل إن شاء الله مدربين متمكنين ومتمرسين من مادة النجاح في عالم متغير.